السلام عليكم وأهلا بكم في قناتي قناة أخبار مصر. النهاردة هنتكلم عن ملامح الجو الفترة الجاية بإذن الله لحد العيد عشان الناس يهمها الفترة دي أوي. المنخفض الجوي البارد الحالي نهايته يوم الأحد الجاي 23 مارس. طبعا كلنا حاسين بلمسة برد لأن درجات الحرارة في رينج بين 18 لبداية العشرينات مع نشاط الرياح، وده اللي مزود إحساس البرد. كل ده هينتهي يوم الأحد. في مرتفع جوي هيسيطر على مصر من يوم الاثنين 24 مارس، هيسيب ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لأواخر العشرينات وبداية الثلاثينات، وقمة الارتفاع هيكون يوم الأربعاء والخميس. هيجي واحد يقول وقتها الشمس مدورة وجميلة وسخنة هي ما طلع النص كم. هرد واقولك من يوم الجمعة هيجي منخفض جوي جديد وانخفاض في درجات الحرارة. اسبوع العيد هيكون لطيف، حرارة في رينج العشرينات، جو رايق يخليك تعمل اي حاجة ان شاء الله، صلاة وفسح وخروجات وزيارات للأهل والأقارب اللي انت عاوزه، بدون سقعة وبدون حر. بس نحاول نلبس شتوي عادي. بعد العيد بقى هنرجع لسقوط الأمطار تاني والأجواء الشتوية الأكتر. ده باختصار ملامح الجو الأسبوعين الجايين، والله أعلم.